الفترة الأخيرة ظهرت شركات كتير، ودولكس لاب واحدة من أهمهم. والله حاجة تشرف وحاجة تبسط الواحد إنه يبقى في شركة في مصر بتعمل منتجات بتنافس الشركات العالمية. فعايز أقول لك إن أنا فخور جدا إن في شركة زي شركة دولكس بدأت تبقى موجودة دلوقتي. يعني دي أول مرة نشوف شركة مصرية بالحجم ده وتعمل إيفنت بالشكل ده، وبتساعد بطولات كتير قوي محلية لا تخش كسبونسر ليها، فدي حاجة كويسة جدا لينا. واكتر سبورت للعيبه اللي لسه طالعه جديد، اللي هي بتساعد معاهم في اي جوائز واي هدايا، بتبقى دعم لينا كابطال لسه طالعه في اللعبه دي. بس انا عن تجربه يعني او رايي الشخصي، انا بقول يا جماعه الشركه دي قويه. وده مش جديد على فكره على دولكس لاب يا كابتن هاني، ان هي بتدعم الابطال وان هي واقفه ورا الابطال، وان هي الدعم الاول مش لكمال اجسام او الالعاب او الفيزيك في مصر، لكن لكل الالعاب الفرديه في مصر. شركه دولكس لاب من اوائل الشركات اللي اشتغلت في مجال المكملات الغذائيه للرياضيين في مصر. انا اسماعيل بندو بطل العالم، بنصحكم تستعملوا دولكس لاب، شركه محترمه فعلا. نشكر فعلا دولكس لاب اللي هي فعلا اتاحت لنا حاجه زي دي بالجمال ده، ايزولايت، جلوتامين، ماسجينرز، مش هقدر بس اذكر جميع المنتجات. بس انا حاسس ان الشركه دي هتبقى حاجه كبيره قوي قريب، هتبقى اكبر من كده بكتير كمان. المميز في دولكس لاب دايما ان هم مميزين، دايما بيدوروا على الجديد، دايما بيقدموا الافضل، دايما بيحاولوا يطوروا من منتجاتهم، من الكواليتي بتاعهم، من خاماتهم، من دعمهم للعيبه وللرياضيين ومشاركتهم في كل البطولات. شركه دولكس لاب بما ليها من مصداقيه عند الناس، بما ليها من شركه عريقه، والمنتجات منتجات اصليه واسعار كويسه جدا غير اي شركه ثانيه، وبصراحه عملنا بيهم حاجه كويسه يعني في البطولات. يعني انا استخدمتها في اخر بطوله دي اللي هي بتاعت زاشودي، فكانت حاجه كويسه جدا يعني. مش هنلاقي ده افضل من دولكس لاب. وانا جربتها شخصيا، حاجه محترمه بصراحه، هي شركه محترمه جدا. انا بصراحه يعني بشكر الفرصه السعيده دي اللي تخليني اشكر الصغير قبل الكبير، ان هو بجد بيقدر يعمل لنا حاجه محترمه. كل حاجه لا المستوى عالي جدا. يا جماعه لازم نفتخر ان احنا عندنا شركه مصريه، بروتينات مصريه. انا كنت بسعى ان احنا ده يبقى عندنا، والحمد لله ان هو عندنا دلوقتي وبالكواليتي ده وبالباكينج ده. حاجه مشرفه جدا طبعا ان احنا عندنا حاجه زي كده، وان شاء الله نتمنى لهم ان هم يبقوا في العالميه باذن الله، وفي الوطن العربي وفي العالم كله باذن الله.